بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. فيديو تكملة للشورتس اللي أنا عملته من شوية، وده طبعا حبيبي وأخويا وصاحبي طارق عزوز، حبيبي صديقي عشرة عمر. مش بيسوق توك توك وبس، يعني ده احنا أصحاب وأخوات يعني. الفكرة دي فتحة البلت إن البوتاجاز المسطح يعني، وده كان الحوض اللي أنا عملت عنه شورتس، وقلت هبقى اوضح انا عملت وركبته ازاي من غير فحر في الحيطه. وكنت عملت الحكايه دي قبل كده، بس ما بعملهاش الا لما بتنطلب مني، بيكون في ظروف تخليك ما تركبش الرخامه في الحيطه، مع انها الامن انك تركب الرخامه جوه السيراميك، ده الامن والافضل على الاطلاق. لكن في ظروف، يعني مثلا شقه ايجار مؤقت، وطبعا قانون الايجارات لا يخفى على احد، ما بقاش في حاجة دلوقتي إلا في التمليك بقى. إن شاء الله نبقى تركب رخامتك في التمليك. الله المستعان. ما اعرفش الكاميرا عملت كده ليه، تقريبا عشان الإضاءة كانت مش قوية يعني. وده شكل الشغل أهو، ده شكل الشغل، ده الشكل النهائي. البلت إن كنت هركب الغاز ده بصراحة، بس في حاجات ما عرفتش أعملها في الوصلة بتاعته، مش مهندس بقى إيه ركبه بقى لنفسه يعني. كان قال لي، قلت له هركبه لك، بس شفت المحبس لقيته مش مظبوط، مش هعرف. لا انا ما بحبش افتي، بعرف ما بعرفش ما بعرفش. الوضوح والصراحه هي عيب الايام دي، بس انا ما بعرفش اعمل الا كده صريح. اقول للتخين انت تخين في وشك، الرفيع اقول له انت رفيع في وشك، صادق يعني. وهنا طبعا الحوض، الشغل ما شاء الله يعني ايه بسيط، وكان المطلوب منه ان هو يبقى ايه متين، ولما نعوز نخلعه نعرف نخلعه. فبيسألني، قلت له اعرف اخلعه طبعا، بس هو متين. حق الباشمهندس حماد، ربنا يبارك له يا رب ويديله الصحة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.